في كام سؤال كده بصراحة بيلحوا عليا بقالهم فترة. ليه ساعات لما بنقفل الموبايل بنحس بتقل غريب كده في صدرنا؟ وليه بعد ساعات طويلة من السكرولينج بنحس إننا تعبانين بجد، تعب جسدي مع إننا ما عملناش أي مجهود؟ والأهم بقى، ليه دايما في صوت جوانا بيقول لنا إننا متأخرين، إننا يعني مش كفاية؟ الأسئلة دي بالذات هي مش مجرد أسئلة عابرة، دي تقريبا بقت الأعراض الجماعية لجيلنا كله، بتلخص حالة القلق المستمر اللي كتير مننا عايشين فيها. والمصادر اللي هنحللها النهاردة بتوصل لتشخيص ممكن يكون صادم شوية، اللي هو إننا في نص حرب نفسية صامتة، حرب إحنا مش واخدين بالنا منها أصلاً. بالظبط، حرب على أغلى حاجة عندنا، تركيزنا ورضانا عن نفسنا، وحتى يعني قدرتنا على الإحساس بالتواصل الحقيقي. بس هدفنا النهاردة مش إننا نخوف حد، الهدف هو الفهم، لأننا لو فهمنا آليات الحرب دي ساعتها بس هنقدر نحمي نفسنا. خلينا نفكك الحكاية دي سوا. تمام، وهنبدأ من نقطة البداية خالص، من كيمياء المخ نفسه، اللغز الأول اللي لازم نحله. ليه المنصات دي ليها قوة جذب مغناطيسية كده؟ بصي، السر كله في كلمة واحدة: الدوبامين. هرمون السعادة أو المكافأة. بالظبط، كل لايك، كل تعليق، كل إشعار جديد، ده جرعة صغيرة وسريعة من الهرمون ده، إحساس لحظي بالتقدير، بالقبول. المشكلة بقى إن الإحساس ده زي ما بيجي بسرعة بيختفي أسرع، عامل زي السكر كده، بيديلك طاقة فجأة وبعدها هبوط حاد. فإيه اللي بيحصل؟ المخ بيطلب تاني، وهنا بتبدأ الرحلة الخطيرة. بنتحول من مجرد الاستمتاع لمنطقة الاحتياج، يعني من شخص مبسوط باللايك لشخص بقى محتاج اللايك اللي بعده عشان بس يحس إنه طبيعي. وهنا بقى بتبدأ إعادة البرمجة اللي بنتكلم عليها. فعلا، لأن الدماغ بيتعود على المكافآت السهلة والسريعة دي، فبيبدأ يسأل نفسه: ليه أتعب نفسي وأقرأ كتاب محتاج تركيز ساعتين لما ممكن آخد 100 جرعة دوبامين في 10 دقايق من تيك توك؟ ليه أصبر على مشروع طويل لما ممكن أنزل صورة ولاقي تقدير فوري؟ وده بيفسر الإحساس إن الواحد قدرته على التركيز اتدمرت، يبدأ في حاجة وما يكملهاش، مش قادر يقرأ صفحتين على بعض من غير ما إيده تروح للموبايل. والموضوع طلع مش كسل زي ما كنا فاكرين. لا خالص، دي عملية إعادة برمجة حقيقية. إحنا بيتم تدريبنا على التشتت، وده اللي بنسميه الإدمان المقنع. مقنع ليه؟ مقنع لأنه مش شبه صورة المدمن اللي في خيالنا، كل اللي حوالينا بيعملوا نفس الشيء، فبقى هو ده الطبيعي. لكن لو بصينا على الأعراض هنلاقيها واضحة: القلق لما الموبايل يبعد، الإحساس بالفومو أو الخوف من إن حاجة تفوتنا، دي أعراض انسحاب صغيرة بتحصل عشرات المرات في اليوم. يعني عقولنا بتتغير فعلا. طب ده يخليني أفكر، لو العقل بيتغير كده، يا ترى نظرتنا لنفسنا وللعالم بتتغير إزاي؟ أكيد، وهنا بننتقل من التأثير الكيميائي للتأثير النفسي، وبندخل في منطقة مرعبة اسمها المقارنة القاتلة. دي مؤلمة قوي. الفكرة في منتهى البساطة والخطورة: احنا بنفتح السوشيال ميديا ونشوف الواجهة المتلمعة لحياة كل الناس، صور النجاح، السفر، السعادة، الجسم المثالي، لقطات مختارة بعناية. ومتفلترة طبعا عشان تظهر أحسن نسخة ممكنة من حياتهم. وفي المقابل إحنا بنقارن ده بإيه؟ بكواليس حياتنا احنا، بلحظات إحباطنا وشغلنا المتعب وشكلنا أول ما نصحى من النوم. في تعبير في المصادر عجبني قوي: بتقارن كواليسك بواجهة غيرك. الجملة دي لخصت المأساة كلها. المقارنة دي ظالمة من الأول. وخسارتها مش مجرد إحساس لحظي بتضيق، لأ، مع التكرار اليومي المقارنة دي بتعمل تآكل بطيء ومستمر للثقة بالنفس. بيبدأ يترسخ جوانا إحساس سام جدا اسمه أنا مش كفاية. حتى لو بنعمل اللي علينا وبنجتهد، حتى لو بتبصي حواليكي تلاقي 1000 واحد أنجح و1000 واحدة أجمل، وبتنسي إنك بتقارني حقيقتك بوهم متقطع. والموضوع ده بيوصل لحتة صعبة قوي في فكرة صورة الجسد. المعايير اللي بنشوفها بقت مستحيلة، وجوه وأجسام معدلة لدرجة إنها مش بشرية. فبنتصدم لما نبص في المراية ونلاقي بشرة طبيعية أو جسم طبيعي، بنبدأ نكره شكلنا الحقيقي. ودي نقطة مهمة جدا، لأن تأثيرها مدمر. والمؤلم إن التأثير ده مش بس على البنات زي ما الناس فاكرة، الرجالة بيعانوا من نفس الضغوط ويمكن أكتر: ضغط النجاح المادي، الجسم الرياضي، الحياة المثالية. لكن ثقافياً دايماً مطلوب منهم يعانوا في صمت.
بيتكسروا من جوه من غير ما يتكلموا. وده بيوصلنا لنتيجة حتمية لكل ده. لما بنعيش في مقارنة مستمرة وإحساس بالنقص بنبدأ نحس بالعزلة، وهنا بيظهر تناقض غريب قوي: الوحدة رغم الزحمة. الوحدة الحديثة. بالظبط. ممكن يكون عندك آلاف المتابعين، بس في لحظة الاحتياج الحقيقي تلاقي نفسك لوحدك. وهي أخطر من الوحدة التقليدية، لأنها متغطية بوهم الاتصال. الشتات شغالة، لكن مفيش تواصل حقيقي، مفيش حضن، مفيش نظرة عين فيها اهتمام بجد. التفاعلات الرقمية بتدي دوبامين، لكن التواصل الإنساني الحقيقي بيدي أكسيتوسين، هرمون الأمان. إحنا بنستبدل ده بده. ومع الوحدة دي بيجي إحساس تاني قاتل: إن العمر بيتسرق. بنصحى نفتح الموبايل، بنشتغل وإحنا بنبص على الموبايل، وبننام بعد ما نقفل الموبايل. اليوم بيخلص وإحنا مرهقين من غير إنجاز حقيقي. الإحساس ده بيولد شعور بالذنب وجلد للذات. وكل المشاعر دي بتتجمع عشان تخلق حالة اسمها الاكتئاب الصامت. هو مش الاكتئاب اللي فيه انهيار ودموع، لأ، ده فراغ داخلي هادي، إحساس بإن مفيش معنى، ضغط مستمر ناتج عن غياب التواصل الحقيقي والمقارنة. القلب بيفضى والعقل بيتعب. طيب لو الموضوع مؤذي للدرجة دي، وده سؤال مهم قوي، ليه بنكمل؟ ليه بنفتح نفس التطبيقات كل يوم وإحنا عارفين إننا هنقفلها وإحنا حاسين بإحساس أسوأ؟ الإجابة قاسية شوية لكنها حقيقية. بنكمل لأن الهروب أسهل من المواجهة. السوشيال ميديا بتشتغل كمسكن مؤقت لألم أكبر، بتلهينا عن مشاكلنا الحقيقية، بتخدر تفكيرنا. لما الواحد بيكون قلقان أو متضايق، أسهل حاجة يعملها إنه يفتح انستجرام ويتوه في حياة ناس تانية. يعني هي مش بتحل المشكلة، هي بتأجلها وبتكبرها في الخلفية. بالظبط. بتعلمنا نكبت مشاعرنا بدل ما نتعامل معاها. وده بيخلينا نسأل السؤال الأهم بقى: هل في مخرج؟ هل الحل إننا نسيب العالم الرقمي ده كله؟ الإجابة اللي بتقدمها المصادر مطمئنة: لا. الحل مش في الحذف أو الهروب، الحل في استعادة السيطرة. بدل ما نكون إحنا المنتج، لازم نرجع نكون إحنا المستخدم الواعي اللي بيتحكم في الأداة. والتحكم ده بيبدأ بخطوات بسيطة لكن فعالة جدا، زي إننا نحدد وقت معين في اليوم للسوشيال ميديا، مش تبقى مفتوحة طول الوقت. إننا نراقب إحساسنا وإحنا بنستخدمها، أول ما نحس بتوتر أو ضيق نقفل فوراً. ونختار المحتوى اللي بنتابعه بوعي. نسأل نفسنا: هل ده بيفيدني وبيخليني أحسن ولا بيستنزفني؟ تمام؟ في عبارة قوية قوي بتلخص الفكرة دي: قول. السوشيال ميديا أداة مش حياة، وسيلة مش قيمة، وإنت أكبر من شاشة وأغلى من لايك. مجرد استيعاب الجملة دي بيغير المعادلة كلها، بيرجع القوة في إيدينا تاني. ومن هنا بتيجي دعوة أعمق: استعادة نفسك. بالظبط، استعادتها عن طريق الرجوع المتعمد للحاجات البطيئة والعميقة اللي فقدناها. نرجع للقراءة، للمشي في مكان هادي من غير موبايل، للكلام الحقيقي وش الوش. والأهم من كل ده، نرجع لحاجة اسمها السكون. السكون دي فكرة تبان مخيفة شوية في عالم كله ضوضاء. يعني إيه سكون؟ هل معناها إننا نقعد ما نعملش حاجة؟ السكون هنا مش معناها الفراغ، معناها الشفا. إننا ندي لعقلنا فرصة يهدى من القصف المستمر للمعلومات، وندي لقلبنا فرصة يسمع صوته الداخلي من غير تشويش. في لحظات السكون دي، حتى لو 5 دقايق في اليوم، بنرجع نتصل بنفسنا الحقيقية، مش النسخة الأونلاين. وفي اللحظة دي بنفتكر الفكرة الجوهرية اللي ممكن تكون هي العلاج لكل ده: أنت كفاية. جملة بسيطة، بس يمكن أهم جملة محتاجين نسمعها. بالظبط. أنت كفاية معناها إن قيمتك مش مشروطة بنجاح أو بشكل أو بعدد متابعين. قيمتك في وجودك نفسه. استيعاب الفكرة دي بيحررنا من سجن المقارنة. تحليلنا النهاردة كان رحلة عميقة فعلاً. بدأنا من كيمياء المخ وشفنا إزاي المقارنة بتدمر صورتنا الذاتية، ولمسنا إحساس الوحدة الصامت. لكن الأهم إننا اكتشفنا إن الحل موجود في إيدينا، بيبدأ بالوعي. وينتهي باستعادة السيطرة على حياتنا، الانتقال من الاستهلاك اللاواعي للاستخدام الواعي. وفيه رسالة أخيرة بتلخص كل حاجة: أنت تستاهل تعيش، مش تستهلك، تحس، مش تتفرج، تكون، مش تقارن. والنصيحة النهائية واضحة: نفسيتك أغلى، ووقتك أغلى، وعمرك مش لعبة. خده بإيدك قبل ما يضيع. التحليل ده فعلا بيقدم خريطة طريق واضحة للتعافي على المستوى الشخصي. لكن بعد ما فهمنا كل ده، في سؤال أخير كده بيفضل يطرح نفسه:
وهو سؤال أكبر مننا كأفراد. إن هو إيه؟ لو كان التصميم الحالي للمنصات دي ممنهج ومبني أصلاً على استغلال نقط ضعفنا النفسية وبيأثر على الملايين بنفس الطريقة المدمرة دي، فهل الحل يكمن فقط في التحكم الذاتي الفردي؟ هل ده كافي لوحده؟ ولا الأمر محتاج حوار مجتمعي أوسع، حوار عن ضرورة تغيير تصميم المنصات دي نفسها للانتقال من اقتصاد مبني على سرقة الانتباه لاقتصاد جديد أولويته هي الصحة النفسية للمستخدم؟